خبر مفرح وخبر غير مفرح مع الأسف الشديد. الخبر المفرح هي أن الدفعة ديال شهر ثلاثة ابتداء من الأسبوع المقبل يوم الاثنين المقبل غتنطلق الدفعة ديال شهر ثلاثة. ولكن ماشي أي واحد غادي يستافد من هاد الدفعة هذه. علاش وكيفاش وشنو هو السبب؟ هادشي اللي غادي نتعرفوا عليه في هذا الفيديو هذا. فلذلك اخوتي ما جيتش نخوفكم انا، ولكن جيت نلقى لكم الواقع اللي كاين الان. فلذلك بلا ما نطول عليكم، كما العاده وكما القاعده، بارطاجوا الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي كي تعم الفائده، والدال على الخير كفاعله، كما قال عليه افضل الصلاه والسلام. بارطاجي الفيديو وكمل معايا الفيديو حسن. العقول الراقية مثل سفينة النجاة، من ركبها نجا. العقول الراقية تنفعك في الدنيا والآخرة فضلا وليس أمرا. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس كي يصلك كل جديد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. خوتي السلام عليكم، تبارك الله عليكم، تحية طيبة للجميع، وكنتمنى من الله عز وجل هذا الفيديو هذا يلقاكم وانتم في أفضل الأحوال. المهم اخوتي كما العادة وكما القاعدة، معكم عبد الصمد الجباري اللي ما كيبقاش عليكم المعلومات. فكنتمنى من الله عز وجل حتى نتوما كذلك ما تبخلوش عليا بواحد اللايك وشي قليل، خلوا لي الآراء والتعليقات ديالكم مساحة في الكومنتير. إذا عندكم شي أسئلة في هذا الموضوع ولا غيره خليوها لي في الكومنتير أو تواصلوا معايا عبر الخاص، فأنا كنجاوب الجميع. إذا كتشاهدني لأول مرة في هذه القناة ولا في هذه الصفحة، ما تنساش تعمل لي اشتراك أو متابعة وتفعل الجرس باش دائما توصل كل جديد. وبالنسبة للناس اللي كيقول لك كتطول في المقدمة أو لا، يعني بلا ما تعمل هذه المقدمة، إذا ما كنتي كتعجبك هذه المقدمة هذه بالإمكان ديالك تعمل، يعني كتفوت اما 30 ثانيه ولا دقيقه، ولا تفوت المقدمه كامله وكتشاهد يعني الموضوع مباشره. مع العلم انني هذه المقدمه هذه كنشوفها ضروريه، وانا كتعجبني هذه المقدمه وبزاف ديال الناس كتعجبهم هذه المقدمه. فاللي ما كتعجبوش المقدمه يفوت الفيديو واحد شويه. المهم اخوتي ندخل معكم مباشره في الموضوع ديالنا. اليوم جبتكم كما قلت لكم خبر مفرح وخبر غير مفرح. كاين بزاف ديال الناس كيقول لك شنو هو هذا الخبر المفرح، شنو هو الخبر غير مفرح. الخبر المفرح بإذن الله عز وجل ابتداء من الاثنين المقبل. اليوم هو يوم الأحد 23 مارس، وغدا إن شاء الله الاثنين 24 مارس غادي تنطلق هذه الدفعة هذه. يعني ابتداء من الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء إلى يوم الجمعة. يوم الجمعة بإذن الله عز وجل ما غاديش يكون شي واحد باقي مستلم شي الدفعة ديالو، ولكن لانني قلت لكم كاين واحد الخبر محزن. الخبر المحزن ماشي جميع الناس اللي كيستافدوا من الدعم الاجتماعي المباشر غادي يستافدوا من هذه الدفعه هذه. علاش؟ حقيقه اخوتي والله العظيم ما كنبغي نخوفكم، ولكن انا كنقل لكم الواقع الان، وبالخصوص في هذا الوقت هذا بالضبط. يعني قبل ما تنطلق الدفعه ديال شهر ثلاثه عملوا واحد التحيين اوتوماتيكي للمؤشر. دابا بزاف ديال الناس طلع لهم المؤشر، وكنتمنى من الناس اللي طلع لهم المؤشر ياكدوا لي في التعاليق من تحت، لانني ما كنتكلمش عن فراغ، انا كنتكلم عن واقع. الناس كيتواصلوا معايا وفعلا طلع لهم مؤشر. هادو اللي طلع لهم مؤشر اما فوق 9.32 ما غاديش يستافدوا من الدعم. علاش؟ لان خصهم يخلصوا واجبات الاشتراك. الدفعه ديالهم تقدر تطلع لهم في المنصه ديال الدعم، ولكن تطلع لهم معلقه بسبب واجبات الاشتراك. يعني هادو خصهم يخلصوا، يتسجلوا في امو الشامل ويخلصوا واجبات الاشتراك، عادي يصيفطوا لهم الدفعه ديالهم. كاينه بعض الناس اللي طلع لهم مؤشر فوق 9.74 وما غاديش يستافدوا نهائيا، يعني خصهم يهبطوا المؤشر عاد يمكن لهم يستافدوا من الدعم. كذلك الناس اللي عندهم الابناء فوق السن ديال 16 سنه الان بداو كيصيفطوا لهم رسائل الهواتف ديالهم كيقولوا لهم خصكم تعملوا تحيين المعلومات ديال الابناء ديالكم وتدخلوا لهم البطاقه ديال لاكارت. فهاد الفئه هذه اذا ما كانش عاملين، يعني باقي ما عندوش الابناء ديالهم لاكارت او بطاقه التعريف الوطنيه، يقدروا ما يستافدوش من هاد الدفعه ديال شهر ثلاثه الان حتى يعملوا التحيين بالمعلومات ديال الابناء ديالهم، عاد يمكن لهم يستافدوا منها. وباذن الله عز وجل انا غادي نعمل لكم واحد الفيديو حول هذا الموضوع هذا، يعني البطاقه ديال التعريف الوطنيه، وغادي نشرحكم مزيان وغادي نفصل لكم في هذا الموضوع. لان الان بطاقه التعريف الوطنيه للابناء اللي عندهم السن فوق 16 سنه اصبحت ضروريه. المهم اخوتي
كما قلت لكم الخبر المفرح باذن الله عز وجل ابتداء من يوم الاثنين. يعني تقدر تطلع لكم في المنصه ديال الدعم ديالكم الدفعه ديالكم اما يوم الاثنين الثلاثاء الاربعاء، اذا تعطلت بزاف يوم الجمعه، ومباشره غادي يعطيوها لكم تم ارسالها الى مؤسستكم البنكيه، يعني مباشره غادي يوزعوها لكم من البنكه وغتكون ان شاء الله قبل العيد. هذا الخبر المفرح. والخبر الغير مفرح هي ان بزاف ديال الناس يقدروا ما يستافدوش من الدفعه هذه، والناس اللي طلع لهم المؤشر كنتمنى يخليو لي نتاع في الكومنتير باش ياكدوا باللي راه الكلام ديالي صحيح 100%. والحمد لله حنا ما كنتكلموش عن فراغ، بل كنتكلموا على الواقع اللي كاين الان. المهم اخوتي كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو هذا. اذا استفدتي معايا ما تنسانيش بواحد اللايك وشق ليا وخلوا لي الاراء والتعليقات تاع في الكومنتير. وكنتمنى اخوتي الماكسيموم ديال بارطاجيو اخوتي باش تعم الفائده، والدل على الخير كفاعله. اذا دليتي شي واحد على الخير بحال اللي قدمتي له ذاك الخير وكدي نفس الاجر اللي كنقدمه انا، غير ما كينقصش من الاجر اللي كندي انا. فكنتمنى من الله عز وجل ان يرزقني الاخلاص والتوفيق والسداد والقبول. وجزاكم الله خيرا على حسن اصغاء المتابعه. تلاقوا فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.